ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. ودايما كده جبريل الخواطر وفي ظهر بعض، ورافعين بعض كده في القنوات، ونبقى جنب بعض كلنا ان شاء الله، ونكون من القنوات المليونية بإذن الله. آه، النهارده راجعه لكم بطريقه الشاورما، بس بطريقه سهله جدا جدا، مش بالطريقه اللي هي مألوفه يعني. لا، راجعه لكم بطريقه حلوه جدا. ولادنا كلهم هيحبوها، وخفيفه وسهله في طريقتها، وخفيفه جدا جدا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. اهيت ادي الشاورما مغسوله، انا مقطعاها وغسلاها ونقعها زي الفل زي ما انتم شايفين. ماشي. ومعايا بصل متقطع جوانح او شرايح زي ما انت عايزه، رفيع اهو. ومعايا فلفل الوان، طبعا مش لاقي اخضر مش مشكله يعني، مش هوقف الاكل على فلفل. ومعايا توم، ومعايا لبن، ومعايا دقيق، ومعايا شطه، كمون، فلفل اسمر، كزبره، قرفه، ملح، بهارات، بهارات كبسه، كاري، وديت شطه وكمون. بهارات زي ما انت عايزه حطي، كل واحد بيحط مقدرته، وكل واحد بيحط اللي هو عايزه، لان الاكل دوت اذواق. ومعايا طبعا جبنه موتزاريلا، وكان معايا عندي حبه زيتون على جبنه، طبعا هنضيفهم عليها. ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض كده. يلا بينا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا حاطه زيت على النار اهو. عايزه تحطي سمنه حطي. هننزل بالبصل. الصينيه دي انا عملت فيها، لان هنعرف دلوقتي انا ليه عملت فيها. ندبله بس، هو مش محتاج اكتر من كده. هنزل بالتوابل والملح، عشان الملح بيسرع من عمليه التتبيل. ماشي حبايبي، كده البصل اهي دبلت اهي. ماشي. انا مش عايزه اكتر من كده. ودي البهارات اهي هنحطها مع بعض كله كده. طريقه سهله وبسيطه. ريحه البهارات حلوه جدا جدا. هننزل بالشاورما. والفلفل الالوان والثوم. كله مع بعض كده ياخد من طعم بعضه، يبقى جميل جدا. يتدبل بقى مع بعض وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم بعد ما الشاورما زي ما انتم شايفين استوت الحمد لله اهي. ماشي. تعرفوا ازاي ان هي استوت؟ تتكوا على الحته كده تقطع على طول. ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هرش حوالي معلقتين 3 دقيق.
3 معالق اهو. ماشي. هنتنينا ورا الدقيق دوت لما يتوه خالص في قلب الشاورما. ده اللي هيعمل لنا التقل بتاع الصوص في قلب اهو. بصوا لف ازاي، شايفين؟ لف وتاه بسرعه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنحط اللبن. تمام. ولو عندك كريمه الطبخ تبقى بلاش تحطي اللبن. ما عندكيش كريمه طبخ حطي اللبن عادي. فانا كده هنزل باللبن زي ما انتم شايفين كده. ماشي اهو. ماشي. ماشي حبايبي، زودنا اللبن شويه معاكي، زوديه حبه ميه، مش هيجرى اي حاجه اهو. زي ما انتم شايفين كده. عندك وش اللبن وعايزه تحطي حته منه مفيش مشكله اهو. يبقى احنا كده حطينا الدقيق لما ته شويه مع الشاورما، حطينا ونزلنا باللبن زي ما انتم شايفين كده اهو. عندك وش اللبن تنزلي بيه، كل ده كريمه الطبخ تغني عنه. لو انت عندك كريمه الطبخ انزلي بيها. انا قصرت وحطيت ايه؟ الصينيه اللي انا هدخلها الفرن. عايزه تعملي الخليط ده في صينيه، في طاسه تانية، وتنقليه في صينيه تخش الفرن، مفيش مشكله. بس انا ايه، حاولت ان انا اختصر في المواعين يعني وفي الحاجه اهو. ادي الدقيق وادي الكريمه بتاعتنا نزلنا بيها، وادي اللبن زي ما انتم شايفين. بصوا الخليط شكله عامل ازاي. انا بقى هخليها تتقل سنه ونرش عليها الجبنه الموتزاريلا او جبنه شيدر او اي جبنه او اي نوع جبنه عندك، وهدخلها الفرن. فهي لما تطلع، اما اجي ادخلها الفرن هوريها لكم ان شاء الله. ماشي حبايبي، وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم بعد بكتة الشاورما ما خلصت اهي زي ما انتم شايفين. بس انا سبتها تبرد شويه عشان لو حطيتها حطيت عليها الجبنه وهي سخنه هتسيح. كده كده انا عايزاها تبقى زي ما انتم شايفينها كده اهي. بجد طعمها تحفه تحفه تحفه. نرش عليها بقى الجبنه الموتزاريلا. هتسيح طبعا. الجبنه عشان طلعتها من التلاجة فساحت. هي كده كده هتسيح على الوش كلها زي ما انتم شايفين كده. عندك بقى جبنه شيدر حطي، جبنه رومي حطي، اللي هي التركي، اي حاجه. مش هحط اكتر من كده. وهدخلها الفرن، وبعد ما تطلع هوريها لكم ان شاء الله. يا حبايبي بكاتة الشاورما بعد ما خلصتها وطلعت من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميله اهي زي ما انتوا شايفين كده. تقدميها بقى مع رز اصفر، الطبق الجميل الحلو ده، او مع مكرونه زي ما انت شايفه. بجد طعمها خطير جدا جدا. اتمنى ان هي تجربوها وتعجبكم ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده اهو. ايه رايكم؟ البخار عشان هي لسه طالعه من الفرن. اتمنى ان تعجبكم وتنور رضاكم ان شاء الله، وتقولوا لي في الكومنتات التجربه دي حلوه ولا لا. غير الشاورما اللي احنا متعودين عليها، شاورما البيكاتا جميله جميله جميله. وتقدر تستغني عن اللبن بالكريمه الطبخ برضه هتديكي نتيجه حلوه. واللبن اللي انا حطيته مع وش اللبن برضه مدي نتيجه حلوه وطعم جميل جدا جدا. اتمنى تجربوها وتنول رضاكم ان شاء الله، وتواصلوا معايا في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم. اشوفكم على خير حبايبي مطبخ عزة الاكلات المصريه. مع السلامه.
رجعت لكم حبايبي اهوت بعد الكرنبيت اللي بالصدق ما خلص زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم في شكله؟ بصوا الجمال، بصوا مستوي ازاي. ايه رايكم؟ جميل جميل. والريحه بقى، ريحه الصدق مع الكرنبيت مع التوابل اللي احنا حطيناها تحفه 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 بجد. يعني انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي. حتى لو عندكم حبه صدوق على حبه لحمه مفرومه اعملوها. اكله يعني موفره وحلوه جدا للي ما بياكلش الكرنبيت المقلي، جنب حبه رز، جنب عيش، جنب حبه مكرونه، بيقضوا الغرض. يعني بيبقى جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. يعني انا نفسي اقرب لكم الطبق عشان تشوفوا الجمال والروعه دي. بجد طريقة حلوة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها، وايه رأيكم في طعم الصدق بالكرنبيت، وتقولوا لي هي طريقة يعني بالنسبة لكم مألوفة ولا مش مألوفة. يعني نجربها مع بعضينا ونقول لبعض الآراء في الكومنتات ونشوف هتعجبكم ولا لا. وده اللي ما بياكلش الكرنبيت ابو صلصة ياكل الكرنبيت المقلي اهو، ده وده. ايه رأيكم؟ ده ابو صلصة وده المقلي. ادي المقلي اهو، جميل جميل بجد اهو. شايفين؟ روعة روعة روعة. بألف هنا وشفا للي شاف واللي بياكل واللي هياكل والحبايب مطبخ عزة. اتمنى ان انتوا تجربوا طريقة ابو صلصة دوت وبالصدق. هيعجبكم جدا جدا وهيفرق معاكم في الطعم، وهتقولوا لي اذا كان عجبكم ولا لا. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى نكون في ظهر بعض وسند بعض، ويبعد عننا الاذى وولاد الحرام والمؤذيين يا رب، ويكفينا شر كل مؤذي يا رب، اللهم امين. وفي مثل بيقول، يعني مش مثل ده هي حكمة، وديننا العظيم الإسلامي بيقول داين تدان في كل حاجة. عملتي حلو هتتدايني، عملتي وحش هيقف لك. الحلو بيرجع لصاحبه، الوحش بيرجع لصاحبه. داين تدان. يا ريت كلنا نفعل الطيب ونسيب السيء. يعني السيء يعني بتبقى اخرته وحشه بجد. اتمنى ان انتوا تقفوا جنب مطبخ عزة، واتمنى ان